بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برحب بيكم يا حبايبي في قناة وصفات ستات. أتمنى يا رب كلكم تكونوا بخير وبأفضل حال. فيديو النهاردة عن توقعات برج الحمل لشهر مارس آذار 2019. يا رب يكون شهر سعيد عليكم. بس قبل ما أبدأ الفيديو بوصيكم ما تنسوناش باللايك لو عجبكم الفيديو، وشير وسبسكرايب، وخصوصا للناس اللي بتشوفنا لأول مرة. يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهات القناة. برج الحمل، قد يطرح عليك في بداية الشهر مشروع يحتاج لأن تموله ماديا، وفيه كثير من التضخيم لأرباحه. لا تستعجل في اتخاذ أي قرار أو التوقيع على أي عقد، ولا تغير مبادئك وأفكارك مهما كانت كثرة المغريات المادية التي تعرض عليك، لأنك ستكون في الأسبوع الثاني من الشهر أمام تغيرات جذرية في وضعك المادي والعملي، تنقلك نقلة نوعية وتمد حياتك بالتفاؤل الحيوي والنجاح المستمر. وفي الأسبوع الثالث من الشهر تكون في منتصف الطريق للوصول إلى الهدف الذي عملت الكثير من أجله لتحسين وضعك المادي. استمر دون الإفصاح عن تفاصيله ومراحله، وذلك من أجل نجاحه. ورقم الحظ 9. مهنيا، ربما تشترك هذا الشهر بنشاط يزيد من خبرتك ومستواك المهني وتطوير قدراتك الذاتية، وهذا ينعكس إيجابيا على زيادة إصرارك لعمل شيء متميز. وقد تكون في الأسبوع الثاني من الشهر أمام عرض مغري يحقق مكاسب مهنية، ولكنه محفوف بالمخاطر. فكر جيدا قبل الموافقة، وقد تحدث في الأيام الأخيرة من الشهر أمورا هامة لم تكن تتوقعها، تحول مجرى حياتك إلى طريق جديد نحو أهدافك المهنية، فيه الخير والنجاح والازدهار. اليوم الأفضل هو الثلاثاء. عاطفيا، بالنسبة للعازب، إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من يوم 21 ل31 مارس، سوف تعيش تغييرات جذرية في حياتك العاطفية في منتصف الشهر، وتقرر اتخاذ خطوات عاطفية جريئة يحركها العقل بدلا من القلب، مما يقربك من الارتباط بشريك ناجح. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 1 إلى 10 إبريل، ربما يحدث تغيرا جذريا في فهمك للحب في منتصف الشهر نتيجة تجربة تمر بها، فقد كان بالنسبة لك مصدرا للسمو الروحي، ولكنه في هذه الفترة قد يصبح مصدرا للتعب والتعطيل. فكر بمستقبلك العاطفي بواقعية، لأنك قادم في نهاية الشهر على علاقة جديدة تؤدي للارتباط. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 11 إلى 20 إبريل، فهناك لقاء عاطفي مميز في الأسبوع الثاني من الشهر يجعلك تعيش الأحلام الوردية التي تنقلك إلى بحر من الحب والمتعة، ويعطيك القدرة على التخطيط الجدي لمستقبلك العاطفي بموضوعية. أما بالنسبة للمتزوج، قد ينتابك القلق والضجر في بداية الشهر بسبب انشغال الشريك عنك بالأمور العملية. حاوره وأوصل وجهة نظرك إليه بهدوء كي تنقذ علاقتك العاطفية من الفتور، وبعد ذلك سوف تعيش معه أعلى مراحل الحب المثالي، ويعود الاستقرار العاطفي والتفاهم المتبادل معه إلى قوته. وفي الأسبوع الثالث ينجح اجتماع عائلي في اتخاذ خطوات جادة لتأمين الوضع المادي لمساعدة أحد أفراد الأسرة
في تأمين مستقبله، وينتهي الجدل داخل الأسرة حول أمر طارئ بفضل حكمة الشريك وتقديمه بعض التنازلات من أجل ترابط الأسرة. وبكده تكون انتهت توقعات برج الحمل لشهر مارس آذار. يا رب يكون شهر سعيد عليكم. وما تنسوناش باللايك وبالشير وبالسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد من وصفات ستات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.